السيتوسكيلتون بيتكون من 3 أنواع من الخيوط، كل واحد فيهم مختلف عن التاني في الحجم والوظيفة. الانترميديت فيلامنت أو الخيوط الوسيطة دي هي الحجم الوسط من 8 ل 12 نانومتر، مكون من بروتينات مختلفة زي الكيراتين والفيمنتين. دوره في الخلية يحافظ على ثباتها وقوتها. الانترميديت فيلامنت اللي قلنا عليها الخيوط الوسيطة دي بتوفر القوة والثبات. زي ما اتفقنا هي خيوط قوية جدا من 8 ل 12 نانومتر، بتتكون من بروتينات ليفية مختلفة. الخيوط دي ملهاش طرف إيجابي ولا سلبي، يعني non-polarized، مستقرة جدا ومش بتتفكك بسهولة. وظيفتها الأولى الدعم الميكانيكي. الانترميديت فيلامنت بتوفر قوة وثبات للخلية. تخيل إنك بتشد الخلية من طرفين، الخيوط دي بتحافظ عليها ما تتقطعش أبدا. ده مهم جدا في الأنسجة اللي بتتعرض لضغط كتير زي الجلد والعضلات. وظيفته التانية بيربط الخلايا ببعضها في أماكن اسمها الديزموزوم. كمان بيربط الخلايا بالحاجات اللي حواليها. من غير الربط ده كانت الأنسجة دي انهارت. وظيفته التالتة بيحافظ على شكل النواة، بيكون شبكة حوالين النواة اسمها نيوكليير لامينا. الشبكة دي بتحمي النواة وبتساعد على تنظيم الDNA. مثلا الكيراتين موجود في الجلد والشعر، الفيمنتين موجود في الأنسجة الضامة الكونكتيف تيشو، النيوروفيلامنت موجود في النيرفس تيشو.